ليه دايما بيبقى في ربط ما بين اليهود وبدايتهم وسيدنا إبراهيم؟ سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بيعتبر في الديانة اليهودية هو من مؤسسي العقيدة اليهودية. يمكن هو وسيدنا إسحاق وسيدنا يعقوب بيعتبروهم القرادلة الكبار أو الآباء المؤسسين للعقيدة اليهودية. ارتباط سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالعقيدة مرتبط إن هو من أوائل الناس اللي عبروا نهر الفرات، ومن أوائل الناس اللي كان ليهم ارتباط بجمع بني إسرائيل. مين هم العبرانيين وإيه أصل اللغة العبرية؟ العبرانيين مرتبطين بسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، اللي هم عبروا معاه من نهر الأردن أو اللي عبروا معاه نهر الفرات. اللغة العبرية هي لغة بني إسرائيل، وهي لغة قديمة بيرجع أصولها للقرن العاشر قبل الميلاد. ليه اليهود اتسموا بالتسمية دي؟ وبنسمع عن كلمة إسرائيليين، مين هم بني إسرائيل؟ اليهود اتسموا نسبة ليهوذا اللي هو الابن الرابع لسيدنا يعقوب عليه السلام، والفكرة إن التسمية دي فضلت مرتبطة بيهم، مرتبطة بالديانة ككل. بني إسرائيل هم نسبة لسيدنا يعقوب عليه السلام، هو اتسمى في التوراة وفي القرآن الكريم بإسرائيل، ده نسبة لصراعه مع الملاك اللي نزل بيحاربه، واتسمى من بعديه بمصارع الرب أو بمجاهد الرب. بيؤمن اليهود أن عندما تجلى الله عند جبل سيناء لسيدنا موسى أن نزل عليه توراة كتابية اللي هي الوصايا العشر، وتوراة شفهية اللي فيها العقائد والشرائع. بس في ناس كتير بتتخيل أن في كتاب واحد لليهود وهو التوراة. هل فعلا هو عندهم كتاب واحد؟ لما الله سبحانه وتعالى تجلى لسيدنا موسى على جبل سيناء أو جبل حوريب زي ما هما بيسموه، أنزل عليه الوصايا العشر في لوحين. ولكن أغلب اليهود أو اليهود المتشددين بيعتقدوا أن مش التوراة بس أو الوصايا العشرة بس اللي نزلت على سيدنا موسى، لا، ده في كتاب مهم جدا اسمه التلمود. التلمود هو الشرح الشفاهي للتوراة. التلمود ده بيتكون من جزئين مهمين اللي هو المشنا والجمرة. امتى تم أول تسجيل للكتب اليهودية؟ المشنا والجمرة اتكتبوا حوالي سنة 200 ميلادي، والجمرة اتكتبت في 500 ميلادي. دول عبارة عن تفسير شفاهي لكل ما هو يتعلق بحياة اليهودي على الأرض، سواء كانت طقوس أو عبادات أو حياة يومية أو كل ما يخص ارتباطه بالله أو بالعقيدة أو ارتباطهم في الحياة اليومية. عندنا نوعين من التلمود، التلمود البابلي والتلمود الأورشليمي. التلمود الأورشليمي أقدم شوية من التلمود البابلي، كتب حوالي سنة 190 أو 200 ميلادي. كتبوا الحاخام يهوذا الناسي، هو اللي خد على عاتقه ان هو يجمع كل الاعمال الشفهيه او عمليات الشروح اللي كان بيتكلمها الحاخامات على مدار مئات السنين، وجمعها في كتاب واحد اللي هو المشنا. بعد كده ظهر الجمراء اللي هو شرح او الحواشي بتاعه المشنا، وكتب بعد كده التلمود البابلي بعدها بحوالي 200 سنه. ولكن الفرق ما بين التلمود البابلي والتلمود الأورشليمي إن التلمود البابلي كان أكثر عمقا في تناول بعض الموضوعات العقلانية وموضوعات الخاصة بالشريعة والطقوس. مش بس كده، التلمود البابلي كان أكبر في عدد الكلمات وأكبر في الفصول بتاعته. يعني يقال إن التلمود البابلي كان حوالي 2.5 مليون كلمة، في حين إن التلمود الأورشليمي كان تلتينه في عدد كلمات. التلمود البابلي كان مكتوب بالأرامية الشرقية، وفي مجموعة كلمات بالعبرية وبعض كلمات بالسريانية واليونانية والعربية، ده لتأثير المنطقة اللي اتكتب فيها التلمود البابلي. في حين ان التلمود الأورشليمي اتكتب بالعبرية مع بعض كلمات أو بعض عبارات بالأرامية الشرقية. مفيش تسجيل أو مفيش تاريخ محدد للكتب اليهودية، ولكن زي ما قلت لك يعني التلمود أول ما ابتدى الحاخامات ان هم يكتبوه ده ظهر ما بين سنة 190 وسنة 200 ميلادي. لما ظهر عندنا بعد كده التلمود البابلي ظهر سنة 500 ميلادي. طبعا ده كان مرتبط بالأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللي مر بها اليهود. طبعا ما بين انهيار المعبد أو سقوط المعبد الأول على إيد البابليين في القرن الخامس قبل الميلاد، ثم سقوط المعبد الثاني على إيد الرومان على إيد القائد تيتوس في 70 ميلادي، ده خلى حالة من الجدل وحالة من الارتباك في العقيدة اليهودية وفي المجتمع اليهودي. ده اللي خلاهم يجتمعوا أكتر من مرة
ويحاولوا ان هم يدونوا كل افكارهم وكل ما يخص طقوسهم وعباداتهم، وده اللي خلاهم يكتبوها في صورة التلمود. وإيه هي التوراة وليه بيتقال عليها إن اسمها تناخ؟ التوراة المفروض ان هي الاحكام او هي الشرائع اللي نزلت على سيدنا موسى في صورة الوصايا العشر، ولكن التوراة ككل او التناخ اللي هو العهد القديم ككل. اليهود المتشددين بيعتبروا انه اول 5 اصفار من التوراة او من العهد القديم هي دي اللي بنؤمن بيها، اللي هو سفر التكوين وسفر الخروج وسفر الاعداد وسفر التثنية وسفر اللاويين. ده بيتسمى توراة او بالعبري توراه. عندنا الجزء الثاني اللي هو كتب الانبياء اللي هو النبيين، اللي هو احنا بنقسمه كلمة تناخ اللي هو بناخد أول حرف من كل مجموعة كتب أو كل مجموعة أصفار زي التوراة وكتاب الأنبياء أو النبيين، ومجموعة الكتب أو أصفار كتب اللي هي الكتوفيم أو كتوبيم. فبناخد الت والنون والخاء بنجمعهم بيبقى اسمهم التناخ. هل أثرت الديانة اليهودية على المصريين؟ الديانة اليهودية أو بني إسرائيل أو العبرانيين بشكل كامل فترة وجودهم في مصر ما أثروش في المصريين، بل بالعكس اتأثروا بالمصريين بشكل كبير جدا. خلينا ناخد نموذج فكرة الختان. هم خدوا من المصريين فكرة الختان، مع أن المصريين عملوها بداية من 3200 قبل الميلاد، وعندنا منظر شهير جدا في سقارة، في مقبرة في سقارة من الأسرة الستة فيها بيظهر منظر ختان. في حين أن اليهود مع وجودهم في مصر وبعد كده خروجهم في أرض كنعان كانوا بيمتازوا ما بينهم بين الأقوام التانية بحصولهم أو على ممارستهم بعادة الختان. معناه أن هم اتأثروا بالمصريين بعادة زي دي. الديانة نفسها في التوحيد، لأن ارتباطهم بالمصريين وتأثرهم بهم وفكرة تعدد المعبودات خلاهم ما يؤمنوش بالوحدانية الكاملة، ولكن حتى مع خروجهم من مصر ابتدوا ان هم يتأثروا بالعقائد التعددية، وابتدوا ان هم يميلوا في بعض الأحيان للمعبودات الوثنية.